بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوتاجاز جليم جاز أو أريستون، يعني هما الاتنين شبه بعض في المكن بتاعهم والطرابيش والمفاتيح، والشكل برضو قريب من بعض. فهنا المشكلة في الباب كل ما بتقفله بيرد تاني لوحده كده، ما بنقفل الباب بيرد تاني لوحده. هما طبعا الناس كانوا حاطين حتة قماشة عشان يزنوا بيه. فهنا السوست العجلة اللي جوه دي وقعت وطلع الشنكل الكبير او السيخ اللي فوق بياكل في البدن بتاع البوتاجاز. دي احنا اول حاجة هنشوف كده، هنحل الباب وهنتأكد من السوست ولا من الجزء اللي جوه اهوت. بنجيب طبعا مفك كده اهوت، يعني طريقة حله برضو هي طريقة سهلة بس عايزة بس شوية فن كده. بحط المفك من تحت الشنكل الصغير، وبحط مفك على عتبة البوتاجاز وبضغط عليها لتحت يطلع معايا على طول. طب انا فاتح الباب على الاخر اهو، انا فاتح الباب على الاخر، ولو معاك مفك طويل هيكون احسن شويه، بس انا عشان صناعي دي سهل بالنسبه لي اهو. دي اسهل طريقه لحل اي سوست من غير علاقه. طبعا انا هجيب سوست تانية بس هجيبها بعلاقه عشان تبقى سهله في الركوب، هوريها لكم ان شاء الله، بس سهله في التركيب يعني. كده انا حليت السوست دي، يعني شبه جامده شويه، لكن دي طالما اتحركت كده اهو يبقى كده دي باظت. يبقى احنا طبعا الطقم بيجي اتنين مع بعض، فاحنا هنغير الاتنين مع بعض اهي. بص العجله دي المفروض تكون في الجزء اللي في البوتاجاز اهي. العجله دي المفروض تكون في الجزء اللي في البوتاجاز. اي حد عنده بوتاجاز وبيعمل السيخ اللي فوق ده دبح ازاي البدن بتاع البوتاجاز، فهو عشان اول ما ابتدى عمل معاهم صوت كان محتاج حته شحم او حبه زيت. لو مفيش شحم والشحم افضل، لكن يعمل حته شحم عليها ونقطه زيت على السيخ اللي فوق عشان ميبقاش حديد على حديد يعني. ادي انا حليت الجزء اللي بايظ اهو. ادي العجله دي اهي اهو، ده هوريها لكم اكتر برضه اهي. ادي العجله دي اللي وقعت اهي، دي اللي وقعت اللي راكبه في الشنكه الكبيره اللي وريتها لكم دي. ادي اهيت، واجيب التانية برضه اهي. ادي الاتنين العجلتين واقعين، طبعا حديد على حديد، هو ده اللي بوظ السوست. يعني ممكن تكون السوست سليمة بس مع كتر الفتح والقفل بوظت. ادي العجلتين اهمت الجداد، دول دايما بيبقوا فوق، يعني في التركيب لازم يكونوا فوق. طريقة التركيب بقى يعني سهلة جدا ان شاء الله، بس خد بالك يعني بدل ما نحل الجنب شمال ولا يمين، انا بجيب زي سلكة كده، زي سلك رباط بتاع النجار المسلح كده، وبعديه من الخرم بتاع السوستة اللي في البوتاجاز اهو. الجزء ده كده اهوت، انا بعديه بس عشان يبقى الصورة واضحة اهي. السيخ اهوت، وانزله من تحت واسحبه اهو. ده بدل ما نحل الجنب وبتاع، اللي بيحل الجنب اللي هو الكريازي او التكنولوجيا القديم، ده لازم تحل له الجنب اللي مقفول من جوه. ده في فتحه صغيره، فان شاء الله نعدي منها السوسته يعني ويشتغل معانا ان شاء الله اهوت. اهي ادي الجزء اهوت، هعلق فيها السلكه، وبعد كده اسحب السلكه من فوق اسحبها معايا. دي اسهل طريقه لتركيب الجزء اللي في البوتاجاز. احيانا بيكونوا دول بايظين والسوست سليم، بس هم للاسف بيتباعوا مع السوست لوحده. فانت لو جبت دولت وركبتهم ولقيت السوست سليمه، خلاص يبقى تركب دولت وتشيل السوست عندك. لما تبوظ يبقى احنا كسبنا بقى الوقت، قعدت شهر شهرين 6 شهور، يبقى احنا كسبنا الفتره ديت، وهم السوست مش هتبوظ يعني ما تقلقش. لو ركنتها كده وطالما ما اشتغلتش مش هيجرى لها حاجه. انا ممكن تحط لها نقطه زيت عليها او شحم، هتفضل معاك ان شاء الله. ادي المسمار اهوت. الورد اهم حاجه، الورد ليه؟ المسمار وسع شويه، فممكن تيجي تربط المسمار يعدي من الخرم المفصله نفسها
شديتها اهي طلعت معايا اهي. دايما العجلة فوق، دايما نخلي العجلة فوق، دايما تبقى العجلة فوق. وانا ركبتها اهيت وهشد السيخ لفوق اهوت. بس هي عشان المكان ضيق من تحت معدي الجزء ده معدي من تحت بالعافية، احسن ما نحل الجنب. نحل الجنب اصلك دوت عشان ما يتفتحش منك الجنب على الاخر، فدي اسهل حاجة. انا هعدلها بس الاول ان العجلة قلبت، العجلة بقت تحت، لا العجلة لازم تكون فوق. اهو بنعدلها تاني اهو، واشد السلكة ديت اشدها لفوق تاني كده تمام. كده العجلة كده فوق. اشبط بقى مساميري. طبعا الجنب التاني يعني هيبقى نفس القصة كده، فانا برضو ايه يعني هختصر لكم فيه برضو. لازما الوردة اللي فوق مسمار كده بوردة، عشان الوردة عشان المسمار خرم المسمار وسع ولا حاجة يبقى الوردة ايه تخش. البوتاجازات دي من البوتاجازات القيمة جدا، الخسارة اللي مفيش منها دلوقتي. اهو كده ربطت المسمار. دايما برضو اكد ان العجله فوق، ممكن يركب الناحيه التانية العكس وتاخدش بالك، لا لازم العجله فوق. ادي المسمار التاني برضو واحط له ورده. هشبط اهو كده اني ربطت المسمارين اهو. اي حد يسمع صوت في البوتاجاز صوت حك جامد يبقى الدراع اللي فوق او الشنكر اللي فوق حبة زيت، حبة زيت اكل حتى لو فيش زيت موتور ولا حاجة، زيت اكل او شحم. لو شحم هيكون افضل بكتير، هيسهل معاك الفتح والقفل بتاع الباب والصوت هيروح. انا بحل كده اهوت السلكة اهوت تتسحب بيها كده. الجنب ده كده خلاص. ادي الجنب التاني اللي حللها طبعا اهي، انا اختصرت لكم فيها طبعا. وادي المسمارين برضو بورد. دي احنا خلصنا في الجزء اللي في البوتاجاز. الجزء بقى اللي في الباب ده المهم جدا، لان من اصعب حل سوست اللي في الباب البوتاجازات اللي هي برواز واليد فيها. اليد برضو ايه ضعيفة جدا، يعني ممكن تتحل منك تتقطم متعرفش تركبها. دي في المسمار ده ماسك البرواز اهو. انا هقلب الباب في مسامير من تحت. ادي واحد اهو، ادي واحد في النص متاكل برضه، ادي واحد من على الحرف، وادي المسامير بتاعت السوست اهيت ههويها برضه. 3 من هنا و3 من هنا، في 2 تحت وواحد فوق. دي سوست جليم جاز او يونفرسا او اريستون، ال3 مقاس واحد. في بس يونفرسا كذا نوع، لكن جليم جاز او الاريستون دول زي بعض. انا حليت اهو. انا بقى مش هحل الازاز كله ولا حاجه، لا بصور انا كده. انا حليت البرواز اهو، وبفتح بس الازاز كده بايديا، ما اتكاش عليه جامد عشان ما يتكسرش. هو يا دوبك بس بطلع ايه، بطلع السوست اهو واركب السوسته التانية من غير ما احل البرواز كله ولا الازاز، لان اللي هيحله لازم هيكون صنايعي. فانا بنسهل الامور على صاحب البوتاجاز ان هو يحله ويعمله بنفسه. بركب السوسته اهو. طبعا انت لو مش عارف مكان السوسته ولا حل واحده وهات واحده زيها لو انت مش عارف النوع يعني. وادي الجنب التاني اهو. يا دوبك بفتح البرواز بس، هفتح البرواز
وازق الازاز لبره سنه صغيره البوش بتاع، بس مجرد الازاز وقف معايا ما اتكاش عليه عشان ما اتكسرش. تطلع واحده واحده، وزي ما طلعت يبقى سوسته جديده تركب مكانها واحده واحده. انا على مهلي خالص، مش مستعجل اهي. والتانية اهي زي ما ركبت اخر حاجه ركبتها اول حاجه، اخر حاجه حليتها اول حاجه هتركبها. طالما نزلت وباتت مكانها كده ان شاء الله كده ركب. اهي ارجع البرواز تاني اهو زي ما كان، واربط المسمار اللي كانوا راكبين فيه. اهوت انا بركب واحد اهو، مسمارين مكانهم. طالما مسمارين ركبوا مكانهم يبقى البرواز راكب صح، دي اهم حاجة، ده اللي بيجمع البرواز. وادي المسمار التاني اهو. في ناس بتحل الازاز واليد، فشغلانة كبيرة برضو مش سهل، فعشان الازاز مجرروش حاجة هو هنحل البرواز بس. وادي التاني ربطت اهو. هشبط بقى المسامير بتاعت السوست. مسمار فوق ومسمارين تحت. ويا ريت اللي يجيب السوست دي يجيب سوست نضيفة، يعني لان في كذا نوع، فيجيب السوست تقول له عايز سوست نضيفة حتى لو غالية شوية مش مشكلة، لان انا مش هحل كل ده. الحل بيبقى بعد فترة، فانا اركب الحاجة نضيفة. حاجة لو كانت سهلة في تركيبها وبتاع اقول لك ماشي اي حاجة تقدر غلط، لكن لا، ده حله مش سهل. اكيد عند التاجر عنده الغالي وعنده الرخيص، فانت تقول له انا عايز حاجة نضيفة. انا بركب اهو المسمار التاني اهو، مسمارين تحت واحد فوق. المسامير بتيجي ستاندر، يعني مش هتتعدل ولا هتعمل حاجة، المسمار هيجي مكانه بالظبط. ده الفرق، اللي انت تاخد عندك تاخد السوستة معاك وتجيب زيها، يبقى الخرام زي بعض. واللي بيعمل حاجة زي كده ممكن يا ريت يصورها فيديو، عشان لو نسى حاجة في الحل والتركيب يرجع لفيديو تاني يفتكر اللي نساه. ولو في اي حاجة وقفت معاه وهو شغال يكتب لي، وان شاء الله هنرد عليه او يتصل بيا. انا سايب رقم تليفوني في اول الفيديو، واللي محتاج تليفوني تاني برضه انا هقولهولكوا 012-2-6-6-3-4-6-3-1. ابو مريم لصيانة البوتاجازات اسكندرية. ده المسمار ده مش كويس، فانا هحله وهنجيب له واحد تاني. المسمار اللي احس ان هو هيتعبني هغيره. يعني بركب مسمار السليم زي ما هو يعني مسمار ايه، ما فيهوش اي حاجه، مخه المسمار كويس وسنه حلو، او المسمار بتاعه الاصلي فبركبه. ما ركبش بجيب له مسمار جديد تاني نفس السن ونفس الطول. امسكها لك طيب. طبعا انت لما تجيب السوست تجيب مسامير معاك احسن، تجيب مسامير معاك احسن ليه، بس اهم حاجه تاخد بالك من الطول، اهم حاجه تاخد بالك من الطول. المسمارين اللي تحت دول لو طوال شويه مش مشكله هينزلوا لتحت، لكن المسمار اللي فوق اللي هو لوحده دوت الابيض، ايوه المسمار ده كده
ده لازم يكون قصير شويه عشان ما ينزلش على السوسته وهي بتتحرك. خليه واقف. لازم يكون قصير، دي اهم حاجه. دي المعلومه دي يعني ممكن محدش ياخد باله منها، بس انا عشان حليت كتير من البوتاجازات ديت، فالمسمار اللي من فوق لازم يكون قصير. ويا ريت يعني لو حليت القديم حاول انك تركبه تاني، بس انا عشان عارف مقاسه وجايب. هنا بقى هنا الشنكل الكبير بركبه في الشنكل الصغير وبرفع العلاقه عليه. دي السوست دي بعلاقه غير اللي احنا حليناها ديت من غير علاقه. فاللي يشتري يقول له عايز سوست بشنكل بعلاقه عشان تسهل في ركوب الباب في البوتاجاز. اهو كده ركبوا مع بعض، كده هيبقى اسهل ما يكون في التركيب. اهو بركب الشنكل الكبير الاول اهو، والناحية التانية برضو اهو. طالما الشنكلين ركبوا، الصغير بيركب على طول، وفي زي نص سنتي كده زي فريز او خلع بيركب في السوستة اللي جوه في البوتاجاز، وبنزل العلاقة من هنا ومن هنا وبقفل الباب اهو. بسم الله ما شاء الله. افتح واقفل كده اهو. تمام كده السوستة تمام الحمد لله. افتح واقفل. واللي يحتاج اي سؤال مني او صاحب البوتاجاز بيجرب برضو يكتب لي في التعليق وان شاء الله نرد عليه او يتصل بيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.